السلام عليكم. الرجولة الحقيقية عند الشباب المغربي أكثر من مجرد لقب. الرجولة خويا ماشي غير صوت غليظ ولا عضلات بارزة، لا. الرجولة صديقي هي مواقف، هي قيم، وهي أفعال كتدل على معدن الرجل الحقيقي. في وسط هذا الزمان اللي ولا فيه المعنى ديال الرجولة مشوش، خاص شبابنا أو الشباب ديالنا، الشباب المغربي، يفهموا باللي الرجولة ماشي غير في الشكل، ولكن اخويا الرجولة في الجوهر ديال الانسان وطريقة تعامله في الحياة. اول حاجة هي الدين. الدين اخويا هو معاملة، او الدين هو الاساس ديال الرجولة، لان الرجل الحقيقي هو اللي كيعرف باللي الدين ماشي غير عبادات، ولكن اسلوب حياة. كيخاف الله في تصرفاته، وكيصلي، وكيغض البصر، كيصوم، وكيعامل الناس بالمعروف. الرجولة خويا هي تكون مسؤول قدام الله، وتحاول تكون قدوة في الأخلاق والالتزام. ثانيا حب الوطن. الرجولة خويا كتكون فيها الوطنية وفيها النفس فيها القرجوطة، فهمتي؟ يعني ما كتكون كتموت على أرضك وعلى العرض ديالك وبزاف ديال الحوايج. وشحال من واحد كيهضر على الوطنية بزاف ديال اصغر واحد صغير ولا بنت صغيره كتلقاه كيهضر على الوطنيه، ولكن اخويا الراجل الحقيقي هو اللي كيساهم في بناء بلادو باي طريقه قدر عليها، فهمتي؟ خصك تحافظ على نظافه المدينه اللي ساكن فيها، تحترم القوانين، تعاون في الخير، وما تساهمش في نشر الفساد ولا مسؤوليه، فهمتي؟ وكاع اللي بغاو يهاجروا كيجيوني هذوك تما ناقصين رجوله صراحه، واخا البلاد ما عاطيهمش وكذا وكذا، ولكن لا، يفرضوا الوجود. ما تخليش شي مسؤول يمرضك، شي مسؤول يخليك تحقد على بلادك، لا. الرجوله اخويا هي تحاول تلقى الحلول في بلادك وتسعى باش تبدل الواقع للاحسن. النقزو هذه. ثالثا هي القراءه. الرجوله راه فيها الثقافه كتساوي المهم قراءه راه كتوعي، كيولي بنادم دماغه عامر، حيت العقل الخاوي ما يقدرش يكون راجل. القرايه هي اللي كتوسع الافق وكتخلي الشاب يقدر يناقش، يفكر ويطور راسه. الراجل اللي عنده العلم والمعرفه كيكون واثق من نفسه وماشي تابع لاي هضره خاويه. والله حتى هذه بصح وحق الرب اله وبالتجربه الخوت. رابعا الغيره على خواتاتو البنات. اخلاق اولا اخويا، كتساوي الاخلاق، فهمتي؟ ولا كتساوي النفس، كتغير على خواتاتك البنات او بنت خالتك او بنت عمتك او مرتك، نعرفك راجل. لا لحقاش ماشي الراجل هو اللي كيتحرش بالبنات في الزنقه، لا، وكيقلل من القيمه ديالهم وكيبقى يطلع عليهم ويتنمر عليهم، لا. بل الراجل الحقيقي هو اللي عنده غيره ايجابيه على خواتاته وكيدافع عليهم وما كيسمحش وما يسمحش لحتى شي واحد يقلل منهم، فهمتي؟ كيعرف باللي البنت عندها قيمه وماشي غير مجرد مظهر وصافي، فهمتي؟ خامسا هو اللبس المحترم اللي كيساوي اللبس المحترم كيساوي الهبه والوقار. اللباس اخويا كيعكس الشخصيه ديال اي واحد، وماشي ضروري تلبس ماركات باش تكون راجل، لا. البس غير لبس محترم اللي كيعبر على شخصيتك برزانه، وهو اللي كيعطيك الهبه. ماشي السروال طايح او السروال مزير هو اللي غادي يثبت باللي انت راجل، ولكن الاحترام ديال راسك هو اللي كيبينك. احترم راسك يحترموك الناس، حاجه عاديه هذه. سادسا البر بالوالدين. البر والاحسان هو رضا الوالدين، كيساوي رضا الوالدين اولا. ديما كتسبق رضا الوالدين، هي اول حاجه باش ربي كيسبقك على اي حاجه. الرجوله خويا هي تكون سند لوالديك وتساعدهم في المصاريف، عوض ما تبقى غير كتطلب منهم وكتحلب منهم. الشاب اللي ما باغيش يخدم وكيتسنى كل شيء يجيه بلا مجهود عمره ما غادي يكون راجل بالمعنى الحقيقي. عاون في الدار وساعد في الدار وخذ بيد والديك وحاول تبني مستقبلك بلا ما تبقى عيب عليهم. سابعا حسن المعامله في الشارع، اللي كتساوي اخلاقك هي صورتك. الرجل بمعاملته وماشي بصوته العالي او تعامله السيء مع الناس، ماشي انك تكون كتخرج عينيك ولا شي حاجه. كون محترم في الشارع
احترام في الشارع وعامل الناس بالحسنى وباحترام، وما تكونش من اللي كيسبوا ويوسخوا بدون سبب. الحياة او الدين بصفة عامة خويا هو معاملة او معاملات، والراجل الحقيقي كيعرف كيفاش يفرض الاحترام ديالو بدون ما يكون واقع. ثامن حاجة هي احترام الكبار. الرجولة خويا راه فيها الادب، فهمتي؟ الرجولة فيها الادب، ماشي الرجولة هي تكون فض مع اللي كبر منك وتكون حديق. فض او حديق هي جريء، زعما تكون قارح جوابك على لسانك. لا، العكس هو الصحيح. تعلم تسمع للنصائح وتحترم اللي كبر منك وتقدر اللي عنده تجربة في الحياة. راه شي وحدين اخويا وحق الرب الى هادي ولاد 2000 من 2000 الفوق كيشوفوا الاحترام ضعف، ولكن في الحقيقة راه هو القوة الحقيقية. تاسع حاجة هي الابتعاد عن المخدرات والمحرمات، لأن الابتعاد عن المخدرات والمحرمات هي كتساوي هي القوة في العقل وماشي في الضياع، فهمني؟ القوة في العقل ماشي في الضياع، ماشي هي يوميا طريفة او يوميا كتسكر، يوميا كدير البليه وكتخسر فلوس وكتخسر صحتك ولا راس طار ولا لا. صديقي، الراجل اللي باغي يكون قوي خاصو يبعد على الحوايج اللي كتهدم المستقبل ديالو، مثلا المخدرات، القمار، العلاقات الفاسده، الفتيات ما عندك ما دير بهم. راه سهوله الوقوع في هاد البلايا ماشي رجوله وحق الرب الاله، ولكن المقاومه ديالها راه هي قمه الرجوله. لهذا كن سيد قراراتك صديقي، وما تخليش شي حاجه تضعفك. وعاشر حاجه هي التفكير في خلق الفرص. ديما كون انت اللي كتصنع المستقبل ديالك، ديما قلب على راسك صاحبي. غير كيقول لك ربي غير بدا وانا نعينك صاحبي، ربي راه تيقول لك غير بدا وانا نعينك، ربي معاك صاحبي. الرجوله راه ماشي هي تبقى كتشكى وتلوم في المجتمع، لا، الرجوله هي انك خاصك تحاول تلقى الحلول وتصنع الفرص. اللي ما لقى خدمه يقلب على طريقه يخدم بها على راسه. التجاره، الخدمات، التعلم الذاتي، راه دايرين فرص بدون حدود، غير خاصك انت الشجاعه والمبادره، فهمتيني؟ والخلاصه الرجوله الحقيقيه هي مسؤوليه ووعي يا صديقي. كون راجل بمعنى الكلمه، ماشي غير بالمظاهر ولكن بالافعال. المغرب محتاج شباب واعي يا صديقي، مثقف، متدين وغيور على بلاده. الرجوله هي انك تكون قوي في المواقف ومحترم في التعامل وقادر على بناء حياتك بلا ما تبقى تابع الناس ومقابلهم وحاضيهم، هذا دخل هذا خرج هذا خدم هذا شرى طوموبيل هذه تزوجات هذه ربات المؤخره. سير الله يلقى لك. انت شنو هي الرجوله الحقيقيه بالنسبه لكم؟ قولوا لي يا اخوتي، الله يرحم لكم الوالدين، قولوا لي في التعاليق.